السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. شتا يعني حاجة سخنة هنعملوها في غمضة عين. يلا بينا هنشوف هنعمل ايه. كوباية كده من الشعرية، معلقتين من السمنة الفلاحي او زبدة او زيت اللي متاح عندك. هنشوح الشعرية بتاعتنا لغاية لما تاخد اللون الذهبي الجميل ده، وبعد كده هنضيف عليها كوباية ونص كده من المية. هنسيبوها يعني دقيقة واحدة، وبعد كده هنضيفه الحليب. طبعا هنا المية سخنة او ساقعة مفيش مشكلة. طبعا احنا من الحاجات اللي هي في غمضة عين بتتعمل الشعرية لما ما بتاخدش وقت خالص في السوا. يعني ايه؟ يعني بتستوي زي المكرونة زي لسان عصفور. طبعا الشعرية كمان يعني اسرع منهم عشان خفيفة ما بتاخدش وقت خالص. عايزة اقول لكم والله انا ما كملت الدقيقتين بالظبط كنت مخلصاهم. لو الحاجة كلها سخنة عندك كده ما بتاخدش وقت اصلا. خلاص كده ضفت كمية الحليب يعني زي نص كيلو من الحليب كده، عليهم كده يعني زي 5 معالق سكر، والسكر ده حسب الرغبة تحليه يعني براحتك خالص. طبعا هقلب هنا، وبعد كده هجيب ظرف من الفانيليا بيدي ريحه حلوه قوي، في نفس الوقت بيدي طعم جميل. حطينا كده معلقه كده من القشطه اللي هي بتاعه وش اللبن، حطينا معلقه حلوه كده وبتبداي تقلبي. هتاكلي احلى طبق شعريه باللبن. حاجه كده اللهم بارك. الجو ساقع كده ولازم الطبق المدفي ده. شبه ايه؟ شبه الحاجات بقى اللي زهقنا بقى من السحلب او المغات او الحلبة المحوجة. حبينا نعمل الحاجة الجميلة دي مدفية وفي نفس الوقت مشبعة وطعمها حلو قوي. في الجو الساعة ده بقى تحت البطانية وتاكلي طبق كده جميل في منتهى الجمال. خلاص كده ما بتكملش معانا ال5 دقايق على النار، او دقيقتين او 3 دقايق بالظبط كنت طافية عليها. ليه الشعرية يا جماعة بتاخدش وقت اصلا على البوتاجاز، بتستوي بسرعة. هنقدموها عندنا في كاسات او في كوبايات، اللي حابة تقدمي فيه براحتك خالص. بنحطوها بالجمال ده. بصوا شاربة كده من الحليب، حاجة كده ريحتها وطعمها خطير جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. شايفين بقى الحلاوة؟ ايه رأيكم؟ لو عجبتكم بقى ما تنسوناش بلايك من ايديكم الحلوة، واشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكم بأحلى عيلة في الدنيا. معلش انا غبت عليكم شوية بس والله غصب عني. البت كانت تعبانة كده مني شوية، ويعني والحمد لله خفت احسن من الاول. ويعني هي تعبانة شوية مش قادرة اصور منها او اي حاجة، يعني مش عارفة منتج او الكلام ده كله. معلش بقى سامحوني. بس كده قدمناهم بالجمال ده كله. شايفين الجمال؟ يعني ما شاء الله عمل معايا كميه حلوه. انا شايفين انتوا عاملين معاكم، عامله معاكم كام طبق؟ 5 طبقة. وغير كمان لسه اتبقى معايا حبه تاني في الحله. بس كده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو بمعلومه صغيره. ما تنسوناش بقى بلايك من ايديكم الحلوه واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. وان شاء الله هنعمل فيديوهات حلوه وبسيطه وعلى قد الايد من غير تكاليف خالص ان شاء الله. معلش انا بغيب عليكم شويه بس والله سامحوني عشان البت تعبانه شويه. ويا ريت بقى الفيديو اللي انا بنزله يعني يتحط لايك كده عشان بتعب فيه جدا جدا. واسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.